إمم، صمت لمدة 3 ثواني. أنا غادة، والنهارده الحكاية مش مجرد قصة رعب بنحكيها عشان نضيّع وقت، دي شهادة حية على كابوس أنا لسه عايشة جواه. الموضوع بدأ في ليلة شتا قاسية جدًا، الدنيا برّا كانت بتمطر مطر أسود، والبرق كان بيخبط في السما كأنه بيحاول يشقها نصين. الكهربا قطعت في منطقتنا القديمة، والبيت اللي أنا فيه بيت جدي الله يرحمه، بدأ يطلع أصوات غريبة. أصوات تزييق في الخشب وتخبيط ورا الحيطان، كأن البيت نفسه بيشتكي من حاجة مدفونة تحت جدرانه. قعدت في أوضتي، ولعت شمعة صغيرة وحطيتها على الكومودينو، وبدأت أبص في المراية الطويلة اللي في ركن الأوضة. فجأة حسيت برعشة في جسمي، برودة مش بتاعة الجو، دي برودة موت. بصيت ناحية الكرسي الهزاز اللي في الركن التاني. الكرسي ده محدش قعد عليه من سنين، بس في اللحظة دي كان بيتحرك ببطء شديد. صوت تزييق، يروح ويجي، يروح ويجي. وفي ضوء الشمعة الضعيف بدأت أشوف خيال بنت قاعدة عليه، ساندة راسها وبتبكي من غير صوت. توقف درامي، جسمي اتجمد مكانه، ما كنتش قادرة حتى أرمش بعيني. البنت رفعت راسها ببطء، وهنا كانت الصدمة. ما كانش ليها وش، ملامحها ممسوحة تماما، مفيش غير حفر سودا غويطة مكان العيون. والمرعب أكتر إن ظلها على الحيطة بدأ ينفصل عنها. الظل قام وبدأ يتمشى في الأوضة بكل حرية، بدأ يلمس كتبي، يلمس صوري، لحد ما وصل عندي. وحسيت بضوافر باردة زي التلج بتغرس في كتفي. بدأت أسمع همس طالع من كل ركن في الأوضة، أصوات ناس كتير بتصرخ اهربي، اهربي قبل ما ياخدوا ظلك. البنت قامت من على الكرسي وقربت مني، وكل خطوة كانت بتاخدها كانت الشمعة بتدبل أكتر لحد ما انطفت تماما. بقيت في ضلمة كحل، مش سامعة غير صوت أنفاس غريبة ورا ودني، ريحة تراب وموت ملقت المكان. البنت همست لي بصوت واطي: إحنا هنا من زمان، ومستنيين اللي زيك عشان يكملوا السلسلة. وفجأة شفت ذكريات بتمر قدامي زي الشريط. شفت جدي وهو بيحاول يقفل باب البدروم بالسلاسل، وشفت جدتي وهي بتكلم المراية في نص الليل وبتقدم قرابين لحاجة مستخبية في الضلمة. الكيان ده بدأ يسحبني من إيدي ناحية السلم المؤدي للبدروم. السلم كان طويل بشكل مش طبيعي، وكأني نازلة لقلب الجحيم. كل درجة بنزلها كانت الأصوات بتعلى أكتر، والضلمة بتبقى أتقل. وصلت للأوضة اللي في آخر السلم، أوضة جدي كان مانع أي حد يدخلها. الباب اتفتح لوحده وشفت اللي مكانش ينفع أشوفه. الحيطان كلها كانت متغطية بمراية، وكل مراية جواها روح محبوسة، ناس بتصرخ وبتخبط على الزجاج عشان تطلع. وفي نص الأوضة كان في برواز فاضي مكتوب عليه اسمي غادة. البنت بصت لي بضحكة شيطانية وقالت: ده مكانك الجديد. بدأت أحس بملامح وشي بتتمسح، وبدأت أتحول لظل. بدأت أتلاشى وأدخل جوا البرواز. حاولت أقاوم، حاولت أصرخ، بس ما كانش في فايدة. وفجأة سمعت صوت خبط ورزع عنيف على باب البيت الرئيسي فوق، خبطات بتهز البيت كله. الكيان اللي قدامي سكت فجأة وبدأ يرتعش من الخوف، كأن في حاجة تانية، حاجة أقوى وأبشع هي اللي دخل البيت دلوقتي. الخطوات بدأت تنزل السلم ناحية البدروم، خطوة خطوة، صوت خبطات تقيلة، والضلمة بدأت تتحول للون أحمر دموي. الكيان ساب إيدي وجري استخبى ورا المراية. أنا وقفت مكاني مش عارفة أعمل إيه، بس شفت خيال ضخم جدا بيظهر على جدار البدروم، خيال له قرون وعيون بتنور زي النار. مين اللي دخل البيت؟ وإيه السر اللي جدي مات وهو بيحاول يخفيها عننا كل السنين دي؟ وهل أنا فعلا هتحول لظل ولا في أمل أهرب من المكان الملعون ده؟ الأسئلة دي كلها إجابتها في اللي حصل بعد كده، لما واجهت صاحب البيت الحقيقي. الحكاية لسه في بدايتها، والرعب اللي جاي مش هيخطر على بالكم. استنوا بارت 2. أنا غادة، ودي حكايتي مع بنت الظل. الموضوع بدأ لما